بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من اسكندريه. احنا فين النهارده؟ احنا في محطه الرمل. فين في محطه الرمل؟ طبعا انتوا عارفين من عنوان الفيديو. رحنا نفطر في فندق رويال جويل. وصورت لكم بقى الجوله وهنشوفوا بقى. طبعا كان في متابعه حبيبتي اسمها ام عمرو، كانت طالبه مني بتقول لي صوري لي فندق رويال جويل، فانا صورت. رحنا فطرنا وصورت الاجواء كده من هناك وكده. فندق رويال جويل هو فرعين، واحد في محطة الرمل على البحر والتاني في المنظرة. بصوا يا جماعة، هو فندق رويال جويل ده هو مش على البحر مباشرة، هو احنا لكن واحنا بنفطر الرؤية بتاعتنا الفيو بتاعه كان على البحر تمام. لكن هو رويال جويل في محطة الرمل على الترام، في ظهر الترام بالظبط. المكان ده كان زمان جراج، ودلوقتي بقى مجمع من المطاعم. الكافيه بقى بتاع الفندق رويال جويل في فرع المنظرة وفرع محطة الرمل بيبقى واخدين الروف بقى في الفرعين. الكافيه بيبقى على الروف من فوق، وطبعا هو تبع القوات المسلحة واسمه ليل. الأسعار في الكافيه حلوة مش وحشة. الأسعار بتبدأ من 50 جنيه ل90 جنيه للفرد تمام. الفطار بقى احنا زي ما قلت لكم التجربه كانت على الفطار. الفطار حسب ما بتختاروا بقى، في اومليت ساده وفي بالبسطرمه وفي بالصدق، وفي فطار شرقي بيبقى عباره عن فول وفلافل وبيض وجبنه، وفي كرواسون ساده وبالجبنه، وفي سندوتشات اومليت او ساندوتش مجمع للبيض والجبنه الرومي. واغلى حاجه هناك ب90 زي انا ما قلت لكم، والفطار ما بين 50 جنيه ل90 جنيه. احنا دلوقتي طلعنا المنظر زي ما انتم شايفين. الفندق او الكافيه جميل جدا زي ما قلت لكم. هو بيبقى واخد الروف في الفرعين. هنا محدش قاعد علشان خاطر الجو ساقعه، لكن في الصيف طبعا بيبقى الجو ساقعه وهوا، هتتحسوا ان الحاجه ايه يعني مش متظبطه كده. لكن في الصيف بتبقى القعده هنا حلوه جدا، والبحر قدامنا والجو مفتوح. بعد الفطار بقى لو حبيتوا بقى تطلبوا نسكافيه شاي اي حاجة مشروب، طبعا ده سعره غير سعر الفطار. مدخل الكافيه يا جماعة من ورا، من اخر الشارع، من اخر الشارع. مش يعني لما تدخلوا من الكافيه دخلته من الفندق من ورا، مش من نفس دخلة الفندق نفسها. الكافيه ليه مدخل والفندق ليه مدخل لوحده. هنا الفيو زي ما انتم شايفين، البحر قدامنا، محطة الرمل، سكة الترام اهيت. المنظر زي الفل، بسم الله ما شاء الله. لو وصلتوا لغاية هنا ولسه ما حطيتوش اللايك، حطوا لنا اللايك واشتركوا في القناة، وانتظرونا بقى يوميا ان شاء الله في فيديوهات عن اسكندرية ان شاء الله ان شاء الله. انا هديت السرعة في الفيو عشان تتفرجوا كده براحتكم وتستمتعوا بالمنظر التحفة ده. الأشجار شكلها حلو جدا مع البحر، مع إن الدنيا واسعة فاضية، مفيش عماير يعني وكده قافلة الدنيا، فالفيو تحفة. الفطار طبعا بيبقى في الشتاء، طبعا في بره اللي هو بقى ايه اللي انتوا شفتوه من شويه، وفي جوه. احنا طبعا الفطار بتاعنا كان جوه علشان خاطر بره الجو هوا وسقعه وكده زي ما قلت لكم. الفرع التاني في المنظرة، والفيو بتاعه بيبقى فاتح على المنتزه. هنا بقى محدش قاعد هنا، قاعدين جوه اهو يعني ورا الازاز ده، علشان خاطر هنا الجو هوا وسقعة زي ما قلت للمرة التالتة. بيبقى المنطقة دي مفروشة بقى في الصيف يعني.
ده بقى منظر الفطار بتاعهم. وزي ما انتوا عايزين يعني، هو زي ما انتوا عايزين، زي ما قلت لكم انا في كذا ايه نوع من الفطار، بيبدأ من 50 ل90 جنيه للفرد. ولو حبيت تشربوا حاجة، الحاجة لها سعر تاني خالص. كده الفيديو قرب يخلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه حاجة. وحبيبتي ام عمر تشوف الجولة، مش عارفة هي مختفية بقالها فترة، الله يعني الله اعلم بظروفها ايه، رب يكون اختفائها خير. انتظروني بكرة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليل زي ما قلت لكم اهو، اسمه ليل وده المدخل بتاعه.